السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ احنا في الحلقات اللي فاتت احنا اتكلمنا ليه بنستخدم الاوتوميشن، وكمان ان احنا قسنا مع بعض ال ROI، وشفنا الارقام ازاي الشركات بدأت تستخدم الاتمتة وتوفر وقت ومجهود وتكلفة، وخلت فرق ال HR تركز على اللي فعلا مهم، الجزء الاستراتيجي مش الجزء الروتيني. وفي حلقة فاتت برضه احنا اتكلمنا ازاي نعمل فعليا اوتوميشن لفرز الاولي للسيفيهات. انا النهارده بقى هنشوف ازاي هنعمل جدولة وهنسجل بيانات وهنرسل الميلات للكانديديت والمدير اللي هيعمل معاه المقابلة من خلال رسالة واحدة بس قبل ما نبدأ بقى تطبيق فعلي، أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة كده. فأنت لو مدير أو موظف HR ومش تكنيكال فأنت ما تقلقش. هو الموضوع مش محتاج إن أنت تبقى فاهم كودينج، وهنشرح كمان إن شاء الله بطريقة بسيطة جدا ومفهومة، بحيث إن بعد الحلقة دي هتكون فاهم الصورة كاملة، إزاي الأوتوميشن هيقدر يوفّر لك وقت ويخلّيك تشتغل أذكى مش أكتر. فاعمل لي بقى لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، ويالّا بينا نبدأ. بُص الwork flow هتلاقيها ضخمة جدًا كده وشكلها يخُض، فأنت ما تقلقش منها. هي الفكرة كلّها إن هو الtrigger بتاعها إن هو بيستقبل رسالة من التليجرام، وبعد كده إن هو بيشوف برضه بياخد الdata من Google sheet اللي موجودة عندي للcandidate. تالت node إن أنا بقى باشوف الAI agent إن هو هيحلل وهيعمل comparison إن الdata اللي جاية من الmessage ديّة ليها علاقة بالdata اللي موجودة في الsheet والّا لأ، فهيعمل لي true or false output. واحطها في الif condition وهيطلع لي الداتا، فلو ان هي صح هيبتدي يعمل scheduling وهيسجل البيانات بتاعت الكانديديت والميعاد بتاعه في الشيت، وهيبعت ميل للكانديديت وهيبعت ميل للانترفيور وهيبعت لك رساله على التليجرام بتاكيد ان البروسيس اتعملت. طيب لو انا باعت اسم غلط ومش موجود في الداتا، فهو برضه هيبعت لي رساله بس ان هو ايه مش موجود الاسم ده في جوجل شيت. فتعال نشوف وهنبتديها ازاي. هنبتدي بقى بأول حاجة إن إحنا هنعمل الtrigger إن إحنا هنعمله telegram on message، ونعتبر إن أنا ما عنديش credential و أعمل new credential هالاقي فيه الaccess token. طب أجيبه إزاي؟ أخش على التليجرام وأخش على بودفازر وأعمل new bot. هو هيعمل لي بوت جديد، فهو بس هيقول لي اختار النيم على التجربة مرة في التانية في التالتة للاسم الأحسن. أنا عملت له interview schedule فادالي البوت، فقال لي الاكسس توكن اداهولي زي ما انا محدد كده، وهاخده كوبي واحطه بيست واعمل سيف. تمام، هو كده الكريدنشال بتاعه سهل جدا مش زي جوجل زي ما عملنا في الحلقات اللي فاتت. بعد كده اعمل execute step واجرب بقى رساله من الناحيه التانيه، علشان هو بيقول ان هو listening للتليجرام فلازم ابعت رساله، فهجرب واقول هاي. فابص كده من الناحيه التانيه على ان تمام، هو جاب لي الoutput إن في رسالة جات لي إن هي هاي بالتاريخ بكل حاجة. تمام كده الtrigger شغال. أخش على الnode اللي بعده وأخش على Google sheet وآخد get data، إن أنا هاخد البيانات بتاعة الcandidate data وأعمل verify منها على تليجرام. هابُص هنا كده وأخش إن هي operation get rows، وفي الdocument باختار الsheet، في الsheet باختار التابة اللي أنا هاختارها. وإحنا كده كنت اتكلمت في حلقة قبل كده إزاي أعمل الcredential بتاع Google sheet أو أي حاجة تبع جوجل عامةً. فخلاص تمام كده، أعمل execute step فهو قرا لي الdata تمام. طيب حلو جدًا. أخش بقى على اللي بعده. أخش بقى على AI agent وهو اللي هيعمل لي بقى التحليل الأوتوماتيك، إن هو هيعمل لي if condition true or false، وإن هو هيشوف الرسالة اللي جات لي فيها بيانات للcandidate اللي موجودة في الsheet والّا لأ. هنخش على AI agent وأول حاجة إن إحنا هنخلّيها verify مثلًا candidate إن أنا خلّيت ليها اسم. بعد كده في الsource for prompt إن أنا هاعمل define blue، وعند الprompt إن أنا أخلّيها expression. في الأيكون اللي تحت على اليمين أدوس عليها علشان يظهر مكان الرسالة كاملة، وباكتب الprompt. وإزاي أنا عملت الprompt ده؟ بُصّوا أنا رُحت لChatGPT وفهّمته الprocess بتاعة الworkflow، الprocess ديّة إن أنا أعملها إزاي، وطول ما الشرح يكون طويل وأدق وتفاصيل أكتر، طول ما الprompt بتاعك هيكون مضبوط جدًا. فوصفت له بالحالة إن أنا عايز أعمل إيه، وهيقرا من التليجرام وهيقارنها من الsheet الExcel إزاي. فonce إن أنا عملت الprompt والprompt نجح معايا، أنا أخدته copy paste وهو حاطط لي من الschema بقى. فبس علشان لمّا أنا عملت copy paste إن هو أكيد الschema مش مضبوطة،
فأنا بقى هابتدي أضبّط، فهو اللي بالأحمر دوّة كده معناه إن هو مش مقري، هاخدها بقى من السكيمة. أنا مثلًا دوّة عند التليجرام مسج أخدتها وأحطها في الtext، نفس الفكرة برضه عند التليجرام مسج نفس الفكرة وهكذا، لحد ما يكون كلّه تمام. فأنا كده تمام، هالاقي أصلًا في الresults في الناحية التانية على اليمين، هالاقي أصلًا إن هو قاريها إزاي، يعني الprompt إن هو بيقرا الdata اللي موجودة في الinput هيقراها إزاي. فأنا كده تمام خلاص، وحاطط الexample وحاطط steps معيّنة للprompt إن أنا أشتغل عليه، وبادّي له أمثلة علشان يكون واضحة معاه ساعة لمّا تيجي له رسالة هتكون ماشية إزاي. و وهاعمل require specific output from it تمام. وبعد كده إن أنا أختار الlanguage model، أنا هاختار Gemini هيكون 2.5 flash. وبعد كده هاختار الoutput parser. الoutput parser هي مهمته إن هو بينظّم لي الdata. طيب أنا باعمل الJSON example ده إزاي؟ هو برضه بالChatGPT أنا according للprompt اللي موجود، أنا باقول له حُط لي JSON schema علشان الoutput parser يكون مضبوط. فأنا عامةً بعد ما خرجت بعد ما عملت البيانات هو قسّمها لي وكتب لي الكود وأخدته copy paste خلاص تمام. أعمل define using JSON schema وأخرج وأعمل execute workflow. فهتلاقي إن هو إيه waiting for trigger event، يعني بمعنى إيه، إن هو علشان رسالة لازم أبعت الرسالة من أول وجديد تاني. طيب فأنا مثلًا هاقول له عايز أعمل interview مع علي محمد يوم الأحد اللي جاي الساعة 12:00 تمام، وادوس enter فهيبتدي تشتغل. فالAI agent هيبتدي يحلل الdata according للprompt اللي موجود والGemini، وبعد كده إيه، طلّع لي الoutput. طيب لمّا أركّز كده على الoutput هالاقي هو قسّم لي وصنّف لي الoutput اللي هو ما بين الcandidate found إن هي true تمام، والcandidate name اللي هو اسمه علي محمد، وحَط لي الإيميل. فاللي هو أصلًا الرسالة اللي أنا بعتّها هو الاسم ده موجود فعلًا في الsheet اللي موجود أصلًا إن هو متسجّل فيه الcandidate data. حلو جدًا، بس تلاحظ إن هو طلع 2 items. ليه 2 items؟ علشان هو راجع على حاجتين ما بين التليجرام والجوجل شيت. هاعمل الif condition واعمله على إيه true or false. فهو أنا عندي الcandidate found هي true، هي علامتها pollen الinput دي is true يبقى إيه تمام، واعمل execute step إن هو ادّى لي إيه تمام. مشكلة بقى علشان أحل مشكلة ال2 items هاعمل حاجة اسمها remove duplicate علشان الdata متكررة مرتين. فهاعمل remove duplicate وremove item repeated within current input تمام. بعد كده أعمل execute step وتمام. هو كده طلّع لي item واحد مش 2 items علشان أشتغل عليه، علشان لمّا كده هاشتغل على 2 output مع إنها هي حاجة واحدة بس أنا اللي عايزها تمام. نخش بقى على الخطوة اللي بعدها، إن إحنا هنعمل AI agent تاني. ده هو اللي هيشتغل كل الprocess اللي ما بين الscheduling وهيحط الdata في الsheet، وكمان إن هو هيبعت الميلاد. فهنعملها إزاي؟ إحنا كده زي ما إن إحنا عملنا النود الأولانية، هنسمي ديّة إن هي create schedule وهنخلّي الsource for prompt define below. هنعمل الprompt إن هو expression وهنخش ونفس الطريقة اللي فاتت اللي أنا عملتها بالprompting، شرحت له الcase كلّها والقواعد والأُسس. أنا عملتها كإنها policy كاملة إن هو هيشتغل إزاي كprocess، كتبتها له هو وضّحها لي وطلّعها لي هيعمل إيه. حطيت له قواعد إن هو هيبعت الميل إزاي، إن هو هيسجل في شيت إزاي، إن هو هيبعت الميلاد بالطريقة إيه، وما يطلعش من برّه الframe ديّة. حطيت الdata ونفس الفكرة برضه ضبطت السكيمة كلّها وخلاص أخرج منها. وبعد كده برضه أعمل require specific output format. وكمان في الoption في الnext iteration أنا عملتها مرّة واحدة. طيب هو أنا عملتها مرّة واحدة ليه؟ علشان إن هو ما يشتغلش ويتكرر كذا مرّة الwork flow بتاع الAI agent. فأنا لو سِبت الprompt إن هو يشتغل فكده هيستهلك وقت أكتر وهيراجع مرّة و2 و3. لأ، أنا حددت بدل ما أنا كتبت الprompt صح ومتأكد إن شاء الله الموضوع متحدد صح والstructure بتاعة الprompt مضبوطة، فأعملها مرّة واحدة علشان ما يستهلكش token أكتر وما ياخدش وقت، وكمان بيحمّل على الجهاز أو الserver عبء أكتر. أنا خلاص جهّزت الprompt أخُش على الmodel زي ما أنا عملته في الخطوة الأولانية اللي هو Gemini. بعد كده أخُش على الtool نبتدي بيه الscheduling. فأنا هاكتب Google Calendar وإن أنا هاعمل الoperation create واختار نوع الcalendar وأخلّي في علامة كده على اليمين خالص ديّة هتلاقيها في الAI agent بس، إن هي هيقول لك let the model define this parameter.
فأنا كده حاطط الكلام في الprompt، فأنا هاخلّيها إيه automated تشتغل على طول بدل ما أنا أحدد من الschema. خلاص اشتغل على ديّة وعملتها لكل الexpression وهاحط الdescription والsummary برضه نفس الفكرة في الadd field، وأخش على الtool اللي بعدها. أنا لو دخلت فوق كده وعملت على الnode بتاعة الAI agent click مرّة واحدة، هو هيرجّعني تاني للAI agent tool. أخش بقى عند الtool وأدوس عليها click وأعمل أزوّد واحدة كمان، إن أنا هاخش على الGoogle sheet بحيث إن هو بقى هيبتدي يسجّل البيانات بعد ما يسجّل في الcalendar، وهاعمل خلّيها append or update data وأختار الsheet اللي أنا هاسجّل فيه، وهيختار بقى الماب. لو أنتم فاكرين في الحلقة اللي فاتت أنا كنت عامل step وكود علشان إن هو ما يتكررش في الصف، أنا حاطط بقى الcriteria ديّة في الprompt بحيث إن هو يتجنب ده. فهو أنا بدل ما أكتب كود أو أي حاجة، بدل ما أنا كاتب الprompt صح، فهو هيتجنب بقى إيه، موضوع التكرار في الصفوف. تابع الحلقة اللي هي بتاعة فارس الصفات الأولية، هتشوف اللي أنا باتكلم عليه دوّة والكود أنا عملتها إزاي، فسهّلناها على بعضينا عن طريق الprompt. فأنا كده الsource بتاعي هو الresume علشان الID بتاعه مختلف عن التاني، وهاخلّي الresume بقى defined by model. الdata بقى اللي أنا هاعدّلها، أنا هاحط بس هو متسجّل كل البيانات، بس الحاجات اللي هي مش متسجّلة زي إيه، الinterview scheduling، إن هو الinterview invite send والّا لأ، هاخلّيها برضه automated. الinterview booked إن هو اتحجز واتعمل له في الcalendar أوكي، هاعمل لها booked. الinterview time والinterview date، فكل البيانات ديّة اتسجّلت جديدة فأنا هاحطها، فبدل ما أنا هاعملها manual، هو الAI هو هيشتغل عليها على طول. نخش بقى على الtool اللي بعدها، إن إحنا عايزين نبعت الميلات للcandidate أو كمان للمدير اللي هيعمل معاه المقابلة. نفس الفكرة برضه، إن أنا هاخش على الtool، هاخش على الGmail وأخلّي مثلًا دوّة اسمها send candidate، وكده الcredential إحنا كنا فاهمين إن إحنا إزاي نعملها. أنا هاحط بس الmail اللي أنا هابعته للcandidate اسمه إيه، فهاحطه بس في الschema، والsubject أنا كده برضه محدد الsubject في الprompt ومعاها الmessage. فأنا في الprompt يعني من الآخر كده، أنا الprompt أنا حاطط فيه الprocess كاملة وشكل الmail عامل إزاي وشكل الsheet هيكون عامل إزاي و والscheduling هيكون عامل إزاي. فonce إن أنا بس هاعمل automated وأخلّي الmodel إن هو define الparameter، فالموضوع هيكون سهل جدًا. وهاعمل نفس الفكرة برضه، إن أنا هاعمل send mail to interviewer اللي هو هيعمل interview مع الcandidate زي ما عملت في الخطوة اللي قبلها للcandidate، بس باحط الميل وبرضه نفس الخطوات كلّها ثابتة. خلاص كده إن أنا خلّصت؟ لأ لسه. طيب عايز أتأكد إن الحاجة دي اتعملت، خلاص إن أنا بقى هابعت لنفسي بقى رسالة على التليجرام إن هو يدّي confirmation إن هي الحاجة اتعملت. فهازوّد tool كمان على التليجرام إن هو sending message. طيب الchat ID أنا باجيبها منين؟ أنا باجيبها من طريقتين، يا إما من الschema علشان أنا الtrigger اللي أنا عامله، فهتلاقي فيه chat ID إن أنا أحطها على طول. طيب أنا لو أنا مثلًا مستخدم tool أنا ما كنتش عامل فيها trigger telegram وإن أنا هابعت message على طول، أنا هاجيبها بالطريقة ديّة بسهولة خالص. إن أنا باخش على أبعت مثلًا رسالة وأخش على api.telegram.org/bot وأحط فيها الtoken بتاعي وأعمل /get updates. فonce إن هو باحط الtoken ده، هتلاقي الchat هتلاقي الID، هاخد الID copy وأحطه paste هنا، وأخلّي بقى برضه الtext إن هي let the model إن هي اعملها، أنا كاتبها في الprompt وخلاص كده. طيب ما تيجي نجرّب الwork flow، وأنا كده بس نرتّب بس الtools علشان ما تكونش شكلها مبعزق كده. خلاص، وأعمل execute. لمّا هاعمل execute إن هو كُلّه اشتغل مرّة واحدة مع بعض وعمل الprocess وإن هي success، هتلاحظ إن هنا success في 12 ثانية، فاللي هو ما أخدش وقت علشان أنا عامل الiteration إن هي مرّة واحدة بس، وحاطط prompt مضبوط وكُلّه شغال مع بعض. أنا لو كنت شغال كل process لوحدها فكان هياخد وقت أكتر. فكده أرجع للتليجرام وأبُص عليه، تمام، إن هو جات لي رسالة إن هو الinterview scheduled successfully، حَط لي الdate، حَط لي الإيميل، وحَط إن هو سجّل في الGoogle sheet وعمل الإيميلات وحطّها في الكالندر. حلو أوي. وأبُص كده على الsheet هالاقي فعلًا الdata اتسجّلت مضبوط، عظيم جدًا. وأبُص على الكالندر ألاقيها برضه اتسجّلت مضبوط. فأنا كده عملت scheduling وprocess كاملة. طب حلو جدًا.
مثلًا إحنا عايزين نعمل test بقى لو الdata ديّة غلط ومش موجودة في الGoogle sheet هنعملها إزاي؟ أنا مثلًا هابعت رسالة على التليجرام باسم مثلًا ماجد صالح وأيًا كان بقى التاريخ، وبس قبل ما أبعت باعمل execute workflow وأدوس على الmessage والworkflow هيشتغل هتلاقي إن هو في الif condition إن هو طلّعها false فده معناها إيه؟ إن الراجل دوّة ما لوش وجود. طيب أنا عايز برضه أأكد إن هو لو هي false يبعت لي رسالة إن الراجل ده مش موجود. إحنا عملنا process إن هو لو حاجة اتسجلت هو بيبعت لي حاجات done فلو لأ، طيب يبعت لي رسالة إن الاسم ده مش موجود، فخلاص أنا هاعمل إيه؟ برضه طالع لي 2 items هاعمل برضه remove duplicate نفس الفكرة برضه وأعمل execute step. بعد كده إن أنا أخُش على Telegram sent message وأحُط الID وهاكتب مثلًا الmessage إن أنا candidate not found وأحُط الاسم اللي أنا طلّعته من الmessage اللي جات لي ديّة إن هو الاسم ده مش موجود عندي، فأجرّب تاني أو أتأكد من الspelling يعني ممكن يكون الspelling مش مضبوط فاتأكد منّه أو إن هو الاسم مش موجود خالص، فأنا برضه إيه، حاطط الاعتبارات ديّة. خلاص كده وأدوس execute على الstep ديّة، تمام، أنا كده لقيت إن هو جات لي رسالة زي ما هو ظاهر إن هو الcandidate not found. أنا كده عملت process كاملة للscheduling أنا وفّرت فيها 70% من الشغل، إحنا كنا اتكلمنا إن الشغل دوّة بيستهلك من 25 دقيقة، فمن ال25 دقيقة أنا باستخدم 10 دقايق بس، الفكرة كلّها إن أنا باتكلم في التليفون مع الcandidate علشان التعامل المباشر برضه بيكون أحسن مع الcandidate يعني بدل ما أنا كل حاجة automated أنا باتكلم معاه واضبّط معاه الميعاد وبرسالة واحدة بس إحنا ضبّطنا وعملنا كل الprocess الروتينية لكل موظف، فما بالك بقى إن أنا هاكلّم كل موظف وهاسجّل الdata بتاعته، لأ أنا وفّرت وقت إن هي في ثواني إن أنا باكلّم الAI أو باكلّم الtool بتاع الNetN وبعت لي الconfirmation بالprocess كلّها اتعملت. أنا بكده عملنا sample لتطبيق عملي لautomation بتاع الscheduling وكمان أنا بافهّمك الautomation بحيث إن أنت تبقى فاهم المبدأ وتبدأ تطبّق أول خطوة تناسب شركتك whatever بقى في الperformance management أو في الpayroll أو في الcompensation أو في الbenefits أيًا كان، هو نفس المبدأ واحد، أنت تشوف الworkflow بتاعها وتبتدي تطبّق عليه. فلو الحلقة دي فاتتك اعمل لي like واشترك في القناة وسيب لي في الcomment رأيك في السلسلة دي لحد دلوقتي، واستنوني الحلقة الجاية إن شاء الله، وبجد مش عايزكم تفوّتوها. سلام.